هذه هي الصعوبه. انا واحده من الناس هذه هي الصعوبه، تزوجي بيا تقول لا انا عندي تما بروبوزاو لك بزاف الناس باش تزوجي بهم ولا كيفاه؟ كاين بزاف. تما في 48 ساعه لقيتي خدمه هنايا في الانجليز 48 ساعه لقيت خدمه في لندن مع جوب تو دايز. الحمد لله يا ربي ابلايت على الفيزا 4 ايام عيطوا لي ديت الفيزا تاعي. تما عطاوها لك في 4 ايام؟ عطاوها لي في 4 ايام. وكيفاش راكي عايشه وكيفاش كما نقولوا كريتي كيفاش الخدمه كيفاش اسكو تقدري تحكي لنا شويه على هذه الحاجه هذه؟ يعني بالك المشاهدين راح يتخلعوا في هذه، مي انا نقول القرايه تاع الجزائر احسن بألف خطره. كانسان قرا بزاف في الجزائر وقريت بزاف. على بها الناس بزاف تنصح يقولوا باللي من الاحسن المراه ما تطلعش وحدها للغربه. نقدر نقولوا شغل ريسكيتي شويه. ريسكيت. كل مغترب يمر عبر مراحل في غربته، وكل واحد فيهم عنده حكايه وتجربه خاصه به. هنا رانا في عاصمه الضباب لندن، وين راح نتلاقى مع مغتربين جزائريين اللي راح يحكوا لنا على تجاربهم في بريطانيا ويعطونا بعض المعلومات ويتقاسموا معنا آرائهم ورؤيتهم. معناتها إلا راك جاي ولا راك مهتم بالهجرة إلى بريطانيا، إن شاء الله هالفيديوهات راح يعاونوك ويفيدوك. وكما يقول المثل، سقسي المجرب وما تسقسيش طبيب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتنا، ان شاء الله راكم بيان، ان شاء الله راكم بخير. بون فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح تكون مختلفه وسبيسيال. علاش؟ باسكو اليوم معنا اخت جزائريه جات من الجزائر، جات تقرا لهنايا، راهي رايحه تقاسم معنا التجربه تاعها وتبدل بعض الاراء والنصائح، ونهضروا شويه على القرايه لهنا في الانجليز كيفاش. وقعدوا معنا وان شاء الله الحلقه هذه راهم رايحين تستفادوا منها. دونك اسمي فيروز، نقرا هنا في الانجليز، جزائريه. فوالا. اسكو كيما نقولوا ممكن تقولي لنا كيفاش كانت حياتك في الجزائر؟ يعني واش قريتي واش خدمتي؟ اوكي، دونك في الجزائر انا ديت الباك لغات اجنبيه. كنت اللغه الثالثه هي بغض النظر عربيه فرنسي وانجلي هي المانيه. في الجزائر قريت حتى الماستر 1، قريت انجلي في الجامعه تاع عبد الرحمن ميرا في بجايه. ومن بعد قريت في نفس الوقت باشلر في الهاير انترناشونال مانجمنت انستيتيوت اللي هو تابع تاني بكري كان ما يعرفوه بالانسي، ما هذا في بجايه هو كيما نقولوا حنا فرع وحده تقرا فيه البيزنس مانجمنت. كنت التخصص تاعي بوكو بلوس واش هو ادفرتايزينغ، هي يعني الترويج وهاد الحوايج. ومن بعد موراها كنت منخرطه بزاف في الجمعيات كيما ايزاك اللي خلاوني انه نبارتيسيبي في 2016 مع ايزاك في مصر باه تقري اللغه الانجليزيه للاجئين سوريين، وفي نفس الوقت تكون عضو في شركه ناشئه كيما اللي عيطوا لهم في الجزائر دوكا ستارت اب. ومن بعد جات الظروف اللي اشياء شخصيه رجعت للجزائر. في الجزائر دخلت نخدم في المجال تاع الفندقه. الحمد لله يا ربي زدت طلعت حتى وليت مع ماريوت في قسنطينه. ومن بعدها بدات الرحله تاع عندي واحد لا كيسيون اللي هي كيفاش حتى وين خممتي باش طلعي تقراي هنا في الانجليز؟ كيف خممت نجي نقرا هنا في الانجليز؟ هي يعني باه نكون صريحه معك ما خممتش قبل باه نجي، بصح بعد الظروف انا كما يقولوها خلاتني اني نخير الانجليز للماستر. هو كان يعني شوا بيرسونيل اول حاجه، والانجليز معروفه يعني بالنيفو تاعها تاع القرايه بالنيفو تاعها تاع المانجمنت وكلش. وهذه الحاجه اللي خلاتني نخير الانجليز بغض النظر عن دوله اخرى. هل ممكن تقولي لنا وتقولي للمشاهدين كيفاش درتي باش تحصلتي على فيزا دراسيه وجيتي تقراي لهنايا في الانجليز؟ الفيزا الدراسيه تاع الانجليز هي صعيبه وسهله في نفس الوقت. انا الحمد لله حوست قبل ما نبدا المسار تاع الفيزا هذا اللي هو ياخذ الوقت بزاف ولازم تكون عندك خبره وتعرف باسكو تغلط يعطيوك الغوفو اللي نعرفوه كل الجزائر صعيبه. والحمد لله انا عملت ابحاث ولقيت احسن يعني مكتب كان في العاصمه في الجزائر. اتصلت بهم عطيت لهم انا واش راني حابه، قلت لهم هاني واش قريت في الجزائر، هاي الاكسبيرينس تاعي في الجزائر وهاو البادجت تاعي، ما نقدرش نروح اكثر من هذا البودجي باسكو ما نكذبش على بعضنا في الجزائر ماشي كامل عندنا الدراهم اللي يسمحونا نقراو في جامعات بسعر غالي وكلش. الحمد لله هما تكفلوا بكلش. المرحله الصعبه كانت مرحله الفيزا
على خاطر حنايا كجزائريين يطلبوا لنا انه نثبتوا باللي عندنا يعني كما نقولوا حنا الاموال الكافيه اللي تلبي المعيشه تاعنا في البلاد اللي رانا رايحينها اللي هي انجلترا، اللي يكون في المبلغ هذا يكون في البنك لمده 28 يوم. والمبلغ يعني بالدينار الجزائري كان 300 مليون وحاجه. هذه اصعب حاجه اللي كانت لي انا صعيبه. لازم تلقى دراهم، لازم تلقى واحد يعاونك يحطهم لك في الكونت وواحد ثقه. ومن بعد كي حطيت الدراهم في الكونت وكانوا عندي كلش الاكسبتيشن وكلش، الحمد لله يا ربي ابلايت على الفيزا. 4 ايام عيطوا لي ديت الفيزا تاعي. ثم عطاوها لك في 4 ايام؟ عطاوها لي في 4 ايام. بحكم انك انت ما شاء الله قريتي في الجزائر واكيد قريت دوك هنا في الانجليز، اسكو تقدري تقولي لنا وشنو هو الفرق ما بين القرايه في الجزائر والقرايه هنايا في انجلترا؟ الفرق ما بين الجزائر وهنايا سكو في الجزائر عندنا الحمد لله الجامعات، عندنا كلش، بصح ما عندناش كيما نقولوا حنا الفولو اب. تروح تقرا، قريتي اللهم بارك، ما قريتيش الله يسهل عليك، واحد ما راح يقولك اقرا. هنايا في بريطانيا العكس، هنا في بريطانيا يتبعك، يعيط لك، يحوس عليك. انت وحدك تولي عندك واحد الرغبه انك تروح باغ اكزومبل المكتبه. في الجزائر المكتبات كاينين وعندنا كل كتب تاع العالم، بصح فينا ما يروح المكتبه. انا وحده من الناس كنت نروح المكتبه ريفيزي ماشي نقرا ونهز كتاب. بصح هنا تولي عندك حب المطالعه، تحب تتعلم حوايج جدد، اللي يقراو معاك تستفادوا من بعضاكم. بغض النظر في الجزائر نشوف باللي الجامعات الجزائريه، انا في وقتي كانوا عندنا الجمعيات وكانوا عندنا الاورغانيزيشن هذوك الانترناشونال، بحكم كنت بزاف منخرطه فيهم ما شفتش الجانب السلبي تاع الجامعه، بصح شفت الجانب الايجابي اللي ساعدوني. في الجزائر كاين احسن من هنا. هنا مثلا كي نسقسيهم نقول لهم ايزاك ولا نقول لهم الومني ولا نقول لهم ميبي ولا نقول لهم ما بيش انايا حوايج كيما اللي عندنا في العالم ككل ما يعرفوهمش. المعظم البريتش يعرف يقرا يطالع وخلاص، ما عندوش هاد الانخراط بزاف. وشنو هو ثاني الفرق ما بين طلاب في الجزائر، انت قريتي في الجزائر، الطلاب في الجزائر كي كنتي معاهم والطلاب هنايا في الانجليز، وشنو هو الفرق ما بيناتهم؟ الفرق ما بين الطالب في الجزائر والطالب هنا يعني بكلمه مختصره، الطالب الجزائري يدبر راسو كما نقولوا حنايا، يدبر راسو، يسلك راسو، ما يلقاش الحاجه يجيبها وحده. هنايا لا، هنا كلش بالمعاونه، يعاونوهم بزاف بزاف بزاف. والطالب هنا نشوفه بزاف يتكاسل، ماشي كيما الجزائري كيما عندوش المعلومه يحوس عليها وحده، يبحث يدير. هنا كاين كلش، عندك الويب سايت تخلص يعطيك الانفورماسيون، عندك شات جي بي تي، بصح والو هما مازالهم متكاسلين، يحبوا الحاجه سهله، ما عندهمش كيما نقولوا حنايا جو بيوند على واش يعطيهم البروف في الكلاس. هي انا كي نجيو نقارنوا ما بين الشاب الجزائري والشاب الانجليزي ولا حتى الاوروبي، انا بربي مع رايي الشاب الجزائري كما نقولوا انتيليجون على الشاب الاوروبي ولا الانجليزي. بزاف انتيليجون برك ما كاش، ما باليش عندنا الامكانيات ولا عفسه هكذا. المهم بصح اون جينيرال انا رايي الجزائري لو كانت تمدلو الامكانيات وتبوسيه وتعاونوا راح يخرج لك كما نقولوا ما يبانش هذا الانجليزي والاوروبي. اسكو تقدري تمدي لنا ولا تعطي لنا كما نقولوا وجهه نظر تاعك كطفله لهنا جات تقرا في الانجليز من ناحيه يعني كيفاش صبتيها وكيفاش راكي عايشه وكيفاش كما نقولوا كريتي، كيفاش الخدمه، كيفاش اسكو تقدري تحكي لنا شويه على هذه الحاجه هذه؟ في هذا الجانب انا اول حاجه كي جيت هنا ما كنت نعرف حتى واحد، ما نعرف حتى انسان. جيت هكا درت كيما نقولوا لا بروسيدور في الجزائر، جيت وصلت كاين كيما نقولوا حنا اللي يعاونوني باللي يقدروا عليه. ومن الجهه تاني الايجابيه كاين 2 ولا 3 عباد. من الباقي انا واش نقول حاجه صعبه هنا في الانجليز ماشي الخدمه الحمد لله ما جاتنيش خلاص صعيبه. قدرت ندخل في المالتي ناشونال كامباني ايزلي، ما جاتنيش خلاص ديفيكولتي ولا في الخدمه. الحاجه اللي جاتني فيها ديفيكولتي هو السكن في بريطانيا، سورتو في لندن هي اغلى مدينه يعني ما نكذبوش على بعضنا. وين يعني غرفه، يعني ابسط غرفه قادر تجيك 700 800
بوندا وبلا دي فوا تلقى فيها البيلز دي فوا ما كانش البيلز اي ديباندز. وزيد المعيشه ماهيش غاليه بزاف في الماكله كما يقولوا في بريطانيا ما تباتش جيعان صح. ما تباتش جيعان وما تباتش كيما نقولوا حنايا بلا حوايج. هادو زوج حوايج ما يصراولكش انا الحمد لله يا ربي. مي باغ كونطخ باش تكري صعيبه سورتو على الجاليه الجزائريه. وانا كطفله كنت ديما نلجا للجزائريين ما نحبش نروح نلجا لغير الجزائريين. نقول مهما وش يكون ولد بلادك يوريلك الطريق. ما يعني تغيرني اني نقول هاد الكلمه بصح ما لقيتش كيما نقولوا حنايا ترحيب بزاف. من 10 لقيت بالك عبد، من 100 بالك لقيت نسبه قليله 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 قليله. وين تزيري لازم يبدل في فكره باللي اي انسان يجي يقرا في هذه البلاد معناتها عنده في البلاد دراهم ولا باسكو كاين عباد خدموا كاين عباد لموا داروا ايكونومي خباو دراهم باش يجيو يقراو هاد كيما نقولوا حنايا القرايه هنا. هي صح كما قلت انت باسكو كاين بزاف ناس ماشي غير هنايا من في الجزائر من بارتو يقول لك زعما واحد ولا وحده طلعت تقرا في الانجليز هو في راسو اوتوماتيكمون معناتها هذا الانسان عنده دراهم مرفه. اكزاكتومون. هل كاينه منها ولا ما كاش منها؟ هي شوف ما كانش منها. انا واحده من الناس نقدر هي حندخلوا يعني هذه الاجابه تكون فيها شويه اجابه شخصيه. انا واحده من الناس كي جيت هنايا ما عندي حتى واحد معول عليه في البلاد. تما اذا خدمت يعني خدمت، اذا ما خدمتش ما كاين حتى واحد يبعث لي من البلاد. ما عندي خويا يبعث لي، ما عندي فاميلتي تبعث لي، ما عندي اختي، ما عندي بابا يبعث لي، ما عندي ما تبعث لي. كانه انسان كيما بالك شتي الموفي تاع هذاك اللي في لي زيتازوني اللي راح لقى روحو في جزيره وتعلم يعيش وحده هكاك. انا هذيك الانسان يعني اللي ينطبق عليا شغل كيما نقدر نقولوا شغل ريسكيتي شويه. ريسكيت. كانوا عندي ايكونومي في البلاد دراهم اللي ما نكذبش عليك ماشي خدمت لميت وكان الحمد لله. ويعني ربي يرحم الوالديه خلاو لي معاهم دراهم لميتهم. قلت لي نروح نشري بيهم حاجه في البلاد ولا احنا في البلاد نحبوا كامل الطوموبيلات الكبار ونحبوا هكذا. قلت ندير كيما نقولوا حنايا الانفستمنت في هذه القرايه ونطلع لهم كيما نقولوا حنايا اسمهم الفوق كون نروح نشري طوموبيل وتدخل في الحيط. صح. دونك لميت هذوك دراهم كامل حطيتهم في الماستر تاعي لهنا. وما كانش كي طلعت الانجليز كانت طلعت ب 1500 اورو ولا 1700 اورو وما همش من با تاعي مسلفتهم. وجيت وكي وصلت لقيت باللي الاورو والبوندا ماشي كيف كيف تما تجيك اقل. ومن بعد بديت دخلت نخدم في ديبي في الخدمه الحمد لله لقيت في 48 ساعه في انجلترا لقيت خدمه. تما في 48 ساعه لقيتي خدمه هنايا في الانجليز. 48 ساعه لقيت خدمه في لندن مع جوب تو دايز. دخلت جديده درت اسمه بروفايل بديت نبلاي. والحاجه اللي نعطيها كونساي لكاع الجزائريين ما ديرش كيما نقولوا حنايا سبميشن تاع الجوب تاعك وتشوف قد ايه يخلصوا وشنو هو التايتل وشنو ابلاي 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 وخليها على ربي سبحانه. سبحان الله. 48 ساعه عيطولي ستي ديوتي مانجر ديريكتومون. فرحت قلت ديوتي مانجر بوزيشن كانت الخلصه 14.5 بوندا ساعيتو. من بعد ما عجبتنيش باسكو كانت بزاف عندها علاقه واش يعيطولوا هنايا في الانجليز ما نكذبوش على بعضنا. كاين دي ريستورون يخليك انك تمس كيما نقولوا حنا الحوايج اللي ما همش حلال لينا حنا. قلت ليس طومبي خليها على ربي كيما جات تجي. المهم واحد يقعد في الحاجه الحلال وخلاص. من وراها قعدت واحد سمانه بلا خدمه. بعد بداو يعيطولي هنايا. صح يقول لك لازم لك اليو كي اكسبيرينس باش يقبلوك. مي انا نعطي كونساي انه كي تروح الانترفيو دير الماكسيموم باش يعيطولك الانترفيو فيس تو فيس. وفي الفيس تو فيس قنعوه قولوا ما عنديش الاكسبيرينس تاع اليو كي بصح اني قابل بين له هذيك كان دو اتيتيود ما قادر تدير الحاجه هذيك ماشي ما عندكش منتها ما عندكش تقعد لا كيما نقولوا بالجزائريه اصدم. تبين له بلك حايب تخدم وحايب تبدل وحايب تتعلم. اصدم ما تخافش اصدم.
وما تبعش اللي يقول لك باسكو تاعنا بزاف يسمعوا يقولوا ما تروحش ما يديرش هذيك لا عيانه خدمت لهي خطيك. كل واحد رزقه عند ربي مكتوب. هل لقيتي الانجليز والقرايه لهنايا كما كنتي متخيلتها في الجزائر؟ هي في الانجليز حنا كامل كان عندنا هذاك الحلم تاع واو بيج بان لندن اي، تروح لويستمينستر جوغ وتشوف البوس دو زيتاج. في الديبي وي النهار الاول اللي جيت فيه كنت واو فتره من الزمن تولي ماشي توريست تولي مواطن، تضربك هذيك كيما نقولوا حنايا شغل يضربك الواقع، شغل الواقع باللي لا في الانجليز تجري النظام. انا الحاجه اللي كنت مانيش متوقعتها سكو انا واحده من الناس قلت بالك في الجزائر حنا عندنا مود دو في واحد ما ريسبكتي في الطريقيتو، هنا تلقى روحك منظم تدخل هكا وكانك داخل في سيستم، تدخل في السيستم ديريكتومون. بصح اذا انت ماكش حاب تتبدل لازم يكون عندك ديما داك منك انت لداخل القابليه انك حاب تتبدل هذيك الحاجه. بالك المشاهدين راح يتخلعوا في هذه، مي انا نقول القرايه تاع الجزائر احسن بألف خطره. كانسان قرا بزاف في الجزائر وقريت بزاف والحمد لله كنت نطالع بزاف في الحوايج تاع الماناجمنت وكلش، وفي الجزائر كنت ماناجر وكلش. نقدر نقول باللي اللي قريته هنايا زاد لي واحد 35% على النولج تاعي تاع قبل، تما على المعلومات اللي كانوا عندي من قبل زدت 35% ماشي 100%. وشنو هما الصعوبات اللي تواجهها المرأة الجزائرية كي تجي تقرا لهنا في الانجليز؟ وشنو هما الصعوبات اللي كما نقولوا تلاقاهم هنايا؟ الصعوبات اللي تلاقاها المرأة الجزائرية كي تجي تقرا في الانجليز، خصوصا كي تكون كيما نقولوا حنايا ناضجة، ماشي جات صغيره هذيك وما عندهاش اكسبيرينس في الخدمه ايتو وجات دخلت. نقولوا بالك بصح كي تكون وحده ناضجه وعندها الاكسبيرينس وعلى بالها واش راهي حابه تواجه الصعوبات من حيث انه في الخدمه على بالها واش راهي حابه. كي تروح تخدم باغ اكزومبل كاع نعرفوا خدمه كاشين هاند، كي تحب تروح تخدم سيرفوز ولا حاجه it's very hard، جوغ حاجه صعيبه بزاف. تاني حاجه اي راجل عربي بلا ما نثبت الجنسيه تاع باش ما يدوروش عليا المشاهدين يحطوا في بالهم باللي واحد جاي يقرا تما جاي يدير كواختو تما او حاب يرقلي الوضعيه تاعو، كي يلقاها مرا يحب يعاونها. انت في الوهله الاولى كي ما تكونش عندك اكسبيرينس تقول حاب يعاونني ولد بلادي اكسيتيرا. من بعد يسيفي كيما نقولوا حنا دوكا امين يقول يعطيني كاس ماء نمدلو الكاس الماء من بعد يبدا تزوجي بيا. هذه هي الصعوبه، انا واحده من الناس هذه الصعوبه تزوجي بيا. تقول لا انا عندي ما بروبوزاو لك بزاف الناس باش تزوجي بهم ولا كيفاه؟ كاين بزاف على بها الناس بزاف تنصح يقولوا باللي من الاحسن المراه ما تطلعش وحدها للغربه. شوف انا حنعطيك وجهه نظر على بها كي تطلع وحدها على بها كما نقولوا هادو هما الكونسيكونسز، فهمتي؟ لازم ما تطلعش وحدها. انا حنعطيك بالك راح نص يكون معايا نص يكون ضدي في هذه الفكره، انه انا ضد فكره انه المراه تكون وحدها وضد فكره انه المراه بعقليه هذيك اللي دخلوها جديده على المجتمع تاعنا ككل الفيمينيست، تما المراه تقدر دير كلش، المراه ما على باليش وشنو. انا ضد هذه الفكره، لازم المراه يكون عندها راجل. صح، مهما يكون المراه تكون كما قلت انت انديبندنت وسترونغ مهما وش تكون لازم لك الراجل في حياتك، كو سوا بابا كو سوا خو كو سوا باش انا راجلك، المهم عندك راجل في حياتك. باسكو الراجل ماشي كيما نقولوا حنايا ماديا من معنويا. حبيت برك نسقسيك كما نقولوا طالب كيجي من الجزائر يقرا هنايا هكذا، هل يقدر كيفاش يوفق ما بين العمل يخدم هنايا والقرايه، وهل يكفوه دراهم باش يخلص القرايه ويخلص الكرا ويخلص المعيشه تاعو لهنايا؟ اسكو تقدري تحكي لنا من هذا الجانب هذا؟ اول حاجه في هذا الكوتي بالذات انه يجي يقرا هنا اذا خلص كلش متزاير. انا واحده من الناس خلصت كلش متزاير وجيت تما كي راني نخدم بارت تايم، باسكو عندك يفو با الواحد ينسى بلي كي تجي تقرا عندك 20 ساعه في السمانه تخدمها، تقدرش تروح اكثر وما تقدرش كاع تروح اكثر، باسكو الهوم اوفيس ديريكتومون يتشيكيوك يقولوا لك خدمتي ساعه ومن بعد دير لك مشاكل واحده اخرى ومن بعد يقولوا لك خدمتي 20 ساعه في السمانه وكي خدمتي كاشن هاند هكذا. اسكو بهاد الخدمه كامل تقدري تخلصي الكرا ديالك والقرايه والمعيشه والماكله؟ تخلص الكراوي، تخلص المعيشه، تخلص الاويستر كارد تاعك باش تخلص الجامعه لا
باسكو الجامعه هنا اغلى الجامعات هما في بريطانيا بعد الولايات المتحده الامريكيه، هي بريطانيا ولندن بالاخص هي اغلى مدينه. لندن ما تقدرش تخلص الجامعه، تخلص ديجا كي تخلص السكنه وتاكل وترونسبور باسكو غالي. بصح اذا كنتي في مدينه واحده اخرى ليفربول ولا مانشستر ولا باغ اكزومبل برمنغهام ولا ما بايش اي مدينه اخرى بالك تقدر بالك، بصح ديبينز في شحال يخلصوك. وشنو هي الحاجه اللي عجبتك هنا في الانجليز؟ الحاجه اللي عجبتني هنا في الانجليز اول حاجه هي دراهمهم ما نكذبوش على البوندا هي المليحه، باسكو هنا تخدم تخلص تحس لهم عندك كلش. سما اذا كي تكون خدام تقدر تو بو بيرميتر كلش في هذا البلاد، عندك كلش عقد ما تقول عرفتها عقد ما تزيد ديكوفري. تروح بلاصه هكذا صغيره رحتي لها النهار غد من داك تروح تزيد ديكوفري ريستورون، ديكوفري بلاصه، اكتيفيتيز، بزاف بلاد فيها كلش. هذه بالنسبه للحاجه اللي عجباتك. وشو هي الحاجه اللي ما عجباتكش هنا في الانجليز؟ مع كل احتراماتي لكاع الجنسيات وكاع المشاهدين وكلش، وما هيش يعني كيما نقولوا حنايا عنصريه ولا. الحاجه اللي ما عجبتنيش سيكو النسبه تاع الهنوده فايته 99%. وين باش تكون عندك تواصل مع انسان اوروبي ولا انسان بريطاني ولا انسان جزائري ولا انسان ما عنده ناسيوناليتي واحده اخرى لازم تروح فريمون في التحوس انت. وشنو هي الحاجه اللي كاينه هنا في الانجليز شفتيها موجوده وراكي حابه تكون في الجزائر؟ النظام. وشنو هي النصيحه اللي تمديها لاي واحد راهو يخمم ولا راهو طالع يقرا لهنايا في بريطانيا؟ النصيحه اللي نمدها لاي واحد حاب يجي يقرا في بريطانيا قبل ما تجي لهنا سلح روحك. كي نقول لك سلح روحك بالقرايه بالحرفه، وما تحقرش اي حرفه تتعلمها زايده ليك، باسكو كو سوا طفله كو سوا طفل الحرفه هنا في بريطانيا تعاونك اكثر كايتوديون. قرايه وي مليحه بصح دير في بالك بلي راح تتمرمد باه تولي تخدم قرايتك، تسمى دير حرفه. تسمى يدير حرفه يطلع لهنايا او يقرا وراه يخدم بالحرفه ديالو ومن بعد يكمل القرايه تاعو يروح يابلاي بالقرايه اللي قراها فوالا. باسكو الحرفه يحتاجها كي يخدم هذوك كاشين هاند. المهم يحتاج الحرفه اي كانت مليحه. اعطينا كلمه ولا ميساج ولا حاجه راهي في قلبك وراكي حابه تلحقيها للناس. ما تحقروش لي زيتوديون. كي نقول ما تحقروش ماشي بمعنى انه يحقرونا، ماشي حنايا ماشي كاع ولاد ماما وبابا. انا وحده من الناس مانيش بنت ماما وبابا، انا ماما وبابا دفنتهم باش جيت هنا الله يرحمهم. وميساج اللي حابه نزيد نقوله سيكو اذا حاب تتغرب اقرا، ما تتغربش هكذاك حراق وخلاص، باسكو ما عندك ما حتربح ابخي، ما عندك حتى حق تمرض. ابسط الحلول تمرض يقول لك الله يسهل عليك، ما عندهم راح يديروا لك. تما انت ما تنصحيش الناس يطلعوا يحرقوا لهنا؟ لا نو. اعطينا كلمه ولا ميساج لكل واحد يعرفك وراه يشوف هذا الفيديو. كاين عباد عايشين هنا سي فري كو ما نتصلش بهم بزاف، من نحب نشكرهم من هذا المنبر. كريم باسكو عاوني بزاف كي جيت هنا لبريطانيا بزاف. هو يعني صح صديق العائله وكلش، بصح يعني خيره ما ننساهش عليا. كاينه مرا واحده اخرى يعني احتراما للزوج تاعها ما نقدرش نقول اسمها، بصح هي دوك تعرف روحها ام عبد الله، نسميها ام عبد الله باه تعرف روحها، نقولها شكرا ما ننساش خيرك باسكو دارت فيا خير كبير. وكاين واحد اخر اللي حبيت نوجه له رساله وعلى بالو بها وقلتها له ديجا، اللي هو محمد، اللي الحمد لله يا ربي هو اللي حل بيبان. اللي هو صح كان سبب ما هو اللي حل بيبان بزاف هنا في الانجليز. وكيما نقولها له ونقول له محمد كيما قلت لك خلصها الاولى تاع نهار اللي ندير الكونطرا العمره عليا باذن الله، باسكو بوعدته بعمره والناس كاع اللي تعرفني نقول لهم فوالا. وتحيه جزائريين ويعني ده هاد واحد اللي يشوف الحلقه ولا بلا ما نقول حتى حاجه، ما نحب حتى واحد يقول لك ربي يسهل ولا اذا تقدر تسمح لي نقول طالب واحد سيكو يدعيو بالرحمه الوالديه ربي يرحمهم ان شاء الله. مجموعه واحده ويشوف هذا الفيديو هديه يدعي بالرحمه لباباها وليمها ان شاء الله، ان شاء الله يكونوا من اهل الجنه ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه وبارك الله فيك. هذه يلا الفيديو تاع اليوم ان شاء الله خاوتنا تكون عجبتكم، تكونوا استفدتوا منها. اختنا هذه فتحت لنا قلبها وقالت لنا كاع واش كاين واش ما كاش ومثلت لكم نصائح ومعلومات،
وتقاسمت معنا التجربه تاعها. كما قالتكم في الفيديو، ماذا بيا كل واحد يشوف هذا الفيديو هذه يدعي لوالديها ان شاء الله بالرحمه، وهذا ما كان، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادمه. السلام عليكم.